قبضة إسرائيل واللوب الصهيوني على العالم شكلها بتفك واحدة واحدة، ونتنياهو بقاله فترة بيتلقى ضربات من كل اتجاه. بيل كلينتون بيهدد يكشف ملفات المتورطين في شبكة إبستين قدام الشعب الأمريكي، ومرات نتنياهو طلع عليها فضايح سرقة من فنادق، والصين وقفت استثماراتها في إسرائيل، وتركيا فككت شبكة تجسس إسرائيلية ضخمة كانت شغالة بقالها سنين طويلة. لو مش متابع اللي بيحصل حوالين إسرائيل الأيام اللي فاتت، فخليني أقولك إن نتنياهو واللوبي اللي كان مسيطر على قرارات واشنطن بقالهم سنين بقوا دلوقتي بياخدوا خبطات متتالية، لدرجة إن المنظومة اللي بنوها بدأت تقع فوق دماغهم. تعال اربط لك الدنيا ببعضها ونقسم المشهد لأربع محاور عشان الصورة تبقى أوضح. المحور الأول، بيل كلينتون وملف إبستين في واشنطن. من كام ساعة كده بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق، واللي معروف إنه من الشخصيات المؤثرة جوه دوائر النفوذ في أمريكا، خرج فجأة ونزل كذا تصريح قوي جدا. الراجل بقى عليه ضغط من الجمهوريين في لجنة الرقابة بمجلس النواب علشان يشهد في قضية جيفري إبستين والملفات القديمة اللي حوالين الشبكة دي. واضح إنهم عايزين يلبسوه الليلة لوحده. كلينتون رد عليهم وقال بالنص تقريبا: مش هكون أداة في تحقيقات مقفولة وورا أبواب، لو في أسئلة تتسأل قدام الشعب كله وفي جلسة علنية. وبعدها على طول هيلاري كلينتون دخلت على الخط وقالت إن المواجهة لو حصلت لازم تبقى في العلن برضه. الكلام ده شكله مش مجرد سياسة، ده أقرب لتهديد مباشر، كأنهم بيقولوا يا الكل يسكت يا الكل يتفضح. وده بيبين قد إيه الصراعات جوه النظام نفسه بقت مولعة، وإن ملفات إبستين ممكن تقلب الدنيا على الكل. المحور الثاني، الصين والضربة الاقتصادية. الصين من حوالي كام يوم خدت قرارات تقيلة جدا ناحية إسرائيل، أهمها إنها وقفت الاستثمار هناك واعتبرتها منطقة غير مستقرة اقتصاديا. يعني ببساطة مفيش فلوس صيني داخلة إسرائيل زي الأول. في حتى مشاريع كانت مستنية تمويل واتلغت، وصناديق استثمار انسحبت وقالت مش هنكمل عشان الخسارة عالية. وكمان الصين شددت القيود على العملات الرقمية المرتبطة بعملتها، وده قرار اقتصادي كبير بيأثر على خطط أمريكا وهيمنتها في المجال ده. اللي بيحصل ده مش بس اقتصاد، ده ضغط سياسي واضح، خصوصا بعد توترات بين الصين وإسرائيل في ملفات تانية. المحور الثالث، فضايح بيت نتنياهو. وبعيد عن السياسة شوية، طلع كلام غريب جدا عن حياة نتنياهو الشخصية. رئيس سابق لفريق حمايته طلع في حوار صحفي وقال إن سارة مرات نتنياهو عندها هوى السرقة، وإنها كانت بتاخد فوط وبشاكير وحاجات من الفنادق اللي بينزلوا فيها في الرحلات الرسمية، وإن المواقف دي كانت بتحرج الحراسة قدام هدارات الفنادق. وكمان قال إن الهدايا الرسمية كتير كانت بتختفي، وإن البيت نفسه فيه توتر ومشاكل كبيرة. سواء التفاصيل دي كلها دقيقة أو لا، لكن واضح إن صورة العيلة نفسها بقت مهزوزة جدا قدام الرأي العام. المحور الرابع، تركيا والتحالفات الإقليمية. نروح بقى للأهم. تقارير بتقول إن الاستخبارات التركية نجحت تفكك شبكة تجسس معقدة جدا شغالة بقالها حوالي 12 سنة، ومعتمدة على شركات وهمية وتجارة سورية علشان تخترق سلاسل التوريد وتنقل معدات وأجهزة بطرق سرية. الشبكة دي كانت بتتحرك بين دول كتير وبتستخدم غطاء تجاري، لكن الهدف الحقيقي كان عمليات استخباراتية وتخريبية. وفي نفس الوقت مصر وتركيا دخلوا في تقارب اقتصادي وعسكري كبير، واتكلموا عن شراكات إنتاج عسكري مشترك. ده خلى نتنياهو يطلع يتكلم بقلق واضح عن قوة الجيش المصري وتطور التسليح في المنطقة، وحاسس إن في ضغط بيزيد عليه من الشمال والجنوب. الخلاصة، اللي بيحصل دلوقتي شكله لحظة مهمة جدا. مشاكل وفضايح جوه أمريكا، ضغط اقتصادي من الصين، أزمات وصورة مهزوزة داخليا، وتحالفات إقليمية بتتكون حواليه. يعني الحصار جاي من كل ناحية. الأيام الجاية شكلها هتكون مليانة مفاجآت أكتر.